نحن الآن في سهل الغاب برفقة كتيبة أحرار الغاب التابعة لكتائب ألوية أحفاد الرسول، وبجولتنا الميدانية قاموا أبطال هذه الكتيبة برفقتنا بالجولة الإعلامية وتأمين الطرقات لنا في هذه القرى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق الإجرام الذي يقوم به نظام بشار الأسد. وهنا قائد كتيبة الأخ أبا العلاء المجاهد سوف يحدثنا عن الوضع الميداني لسهل الغاب منذ الحصار الخانق الذي فرضه النظام منذ أكثر من 6 أشهر على هذه القرى. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله. ممكن تحدثنا عن الوضع الميداني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. الوضع الميداني طبعا نحن قرى محاذية للقرى المؤيدة للنظام. نعم. لذلك كثف النظام الحواجز المتواجدة في هذه المنطقة، وقام بتكثيف الحواجز في هذه المنطقة بشكل كبير جدا. نعم. يعني نجد 11 حاجزا موجود في هذه المنطقة. نعم. بما أنه نحن محاذين لجبل الزاوية وجسر الشغور، طبعا نؤمن إمداد والطرق المؤدية إلى تركيا ودخول وخروج المجاهدين والجرحى، ونقوم بقطع الإمدادات الذاهبة إلى حلب أثناء معركة حلب. وقمنا بمعركتين في الطريق الواصل إلى حلب عند جسر الشغور. نعم. والتصدي إن شاء الله لكافة الهجمات المتواجدة أو الهجمات التي تتم على قرى سهل الغاب. طبعا هذا بالنسبة للوضع الميداني كشكل عام. نقوم بتأمين إن شاء الله نقوم المستلزمات لكافة القرية رغم قلة العتاد ورغم قلة أي شيء موجود في هذه القرية. الوضع الإنساني معدوم. الوضع الإنساني معدوم نهائيا. طبعا الوضع الإنساني قام بما أنه قسطون أول قرية قامت في سهل الغاب بالمظاهرات والحراك السلمي. طبعا من هذه القرية نشأت المظاهرات. نعم. أول في 9/4/2011 قمنا بأول مظاهرة، لذلك صب النظام جام غضبه على هذه القرية وعاقبنا أكبر عقوبة. طبعا هذه القرية لم تسلم بكافة القذائف، سواء الطائرات والبراميل والميغ والقذائف الصاروخية. هذه القذائف يوميا على هذه القرية، نزح أكثر سكان هذه القرية، وطبعا المتواجدين في هذه القرية يعدون على الأصابع. وضع إنساني سيء للغاية. أخي الكريم، سمعنا أن هناك حالات نزوح عن القرية، ممكن تحدثنا عن الأشخاص الذين نزحوا من هذه القرية، سبب النزح ولأين نزحوا وكيف يأمنون احتياجاتهم اليومية؟ أخي الكريم، في اليوم ينزل علينا شي 10 صواريخ. نعم. وخاصة بالحارة الشرقية. نعم. وركزوا بالقصف على هذه المنطقة شوي، فالناس ما لقت ملجأ آمن إلا تنزح من هون. يعني ما ظل في أمان عندنا بالقرية أبدا أبدا، ما في شيء اسمه أمان. لذلك نزحت على القرى المجاورة أو على تركيا. يعني بلغنا أن قام عدد النازحين من هذه القرى بلغ أكثر من 20,000 نسمة. لا يا أخي، بهذه القرية بالضبط فيها شي 10,000 نسمة، ما ضل فيها 1000 نسمة. يعني عن جد، يعني ما ضل فيها ولا غير 1000 نسمة تقريبا. هذول بيوتهم آمنة شوي، بعيدة عن القصف شوي. نعم، مع القرى متطرفة. المحاذية لهذه القرية. والقرى المحاذية تقريبا من القلعة لجسر الشهور أكثر من 20,000 نازح طلع على العدد يتفوق ال 20,000. نعم. نحن ونقوم الآن بتأمين حماية المنازل ودوريات على مدار ال 24 ساعة، والمرصد لمراقبة تحركات الجيش. نعم. بإذن الله تعالى لن نجعلهم يدخلوا هذه القرية إلا على جثثهم. ونحن برفقة هذه الكتيبة نتجول الآن داخل هذه القرى ونشاهد بساطة هؤلاء الناس، نشاهد الدمار الذي خلفه قوات النظام. على أكبر مثال أن هذه العواميد الكهربائية وهذه الأكباد قد تم إتلافها وقطعها وتخريبها بسبب القذائف المنهالة على هذه القرية في كل صباح وفي كل مساء. أنا الآن أتكلم معكم، هناك القرى تصاف وهناك قرى تدك بالمدفعية والهاون وقذائفات الصواريخ. شاهدوا بعض آثار الخراب التي تخلفه قوات النظام على هذه القرية، وتعد قرى سهل الغاب من أقوى وأشهر القرى بالزراعة والمنتجات الغذائية. كريم، تفضل افرجيك 4 صواريخ نزلوا من الميك. اخر طلعه من الميك نزلت 4 صواريخ هون. نحن الآن وفق كتيبة في جولة ميدانية داخل هذه القرية، وسوف يطلعون عن القذائف التي تنهال في كل صباح ومساء على هذه القرية. هاي بعض الشظايا، كان الصاروخ بعيد عن هذا المنزل. انظر بعض الشظايا كيف هشمت هذا البيت. وهذا المنزل قد دمر محتوياه بسبب القصف العشوائي على هذه القرية. النظام لا يستثني أي بيت في هذه القرية إلا وقد دكه بالمدفعية والقذائف الصاروخية. شاهدوا
الوضع الآن ونحن في فصل الشتاء، البرد قارس في سهل الغاب المطلة بين جبلين، جبل الأكراد وجبل الزاوية. المواد تدفئة معدومة، المواد الغذائية معدومة، الأفران التي هي تقوم بتصنيع الخبز واقفة عن العمل بسبب قلة المواد البترول لتحريك الآلات، والناس هنا منذ أكثر من 3 أيام مقطوعون من مادة الخبز أو مادة الطحين، والنظام يقوم بقطع الإمدادات الغذائية عن هذه البلدات لفرض حالة حصر أو حصار، هذا بعد إطلاق رصاص كثيف التي تقوم به الحواجز المطلة للقرية. وهذه القرية خالية من أهلها. طبعا الميق طلع عنا 6 طلعات، 4 صواريخ في هذه المنطقة، هذا آثار الدمار. دمار هائل. هلا هذه القرية من قبل قوات النظام، هو وحيد هذا مطلب طبعا هذا حرية. أحد الصواريخ، وهذا الصاروخ الثاني، والصاروخ الثالث، وهذا الدمار وأكبر شاهد. شاهدوا الدمار المخلف على هذه القرية. طبعا هذه القرية تم اقتحامها منذ بعض أشهر، هذه المحلات كان لأصحابها يعيشون من ورائها، يكسبون رزقهم ويأخذون اليومي، بعضها مواد غذائية أو بعضها كان محلات للتجارة البسيطة لكسب القوت اليومي. شاهدوا ماذا حل بعد سرقة هذه المحال التجارية، سرقتها ومن ثم جاءت طائرات الميج لقصف هذه القرية وتدميرها وبيدها عن بكرة أبيها. هذا الدمار قص الهواتف والأعمدة الكهربائية والكل. نشاهد الدمار الهائل. الوسائل الاتصالات مقطوعة عن هذه القرية منذ أكثر من 3 أشهر، عندما اقتحم النظام هذه القرية سرق محتويات القرية وسرق أساس المنازل. وشاهدوا هنا الدمار الذي تخلفه صواريخ الميج، خراب ودمار وقصف على قرى سهل الغاب من قبل قوات النظام. شاهدوا الكم الهائل من الخراب. النظام يستهدف المحال التجارية أو أفران الدخان، أفران، لأن الناس هنا يكسبون قوتهم، هم من الطبقة العاملة، قوت لا يموت. أن الإنسان إن لم يعمل اليوم لن يأكل غدا، وإن لم يعمل غدا لن يأكل بعد غد. يدمرون محتوياتهم الشخصية الذين يكسبون منها قوتهم اليومي. هذا حال قرى سهل الغاب في ظل الحصار، ومع العلم أن هذه القرى خرجت في بداية الثورة بمظاهرتها وجابت أنحاء سهل الغاب كلها، تواصل مع قرية زيزون وقرية المضيق وجبل الزاوية، وشاركت في مظاهرتها المليونية في مدينة حنا. وهنا أحد الجنود المنشقين عن النظام، سوف نتحدث معه بعد قليلا عن الوضع الميداني له في ظل هالثورة. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت من إمتى انشقيت؟ شقيت تقريبا من اول احداث الدرعا. طيب أخي الكريم، ممكن نرجع نأكد للنظام اللي عم يدعي إنه عصابات إرهابية وإنه هن قاموا لحماية المدنيين، انه عصابات مسلحه، ممكن اللي شاهدته تقول لنا اياه هلا؟ شاهدت المجازر اللي سواها النظام، وكانوا يضغطوا علينا مشان نطلق النار على المتظاهرين، وانا رفضت هالشيء وانشقيت. انت وقت انشقيت، وقت اللي انضميت مع افراد جيش الحر، في عصابات مسلحه شيء؟ لا ما في ناس اتيه من فلسطين او من لبنان مثل ما عم يدعي النظام انه جهات خارجيه وتدخل خارجي ومؤامره؟ جيبوا لنا جماعه من ايران من حزب الشيطان، هدول اللي اجوا على النظام، صار يدافعوا مع النظام وصار يقتلوا الشعب. انت كفرد من الجيش الحر مليت شيء هلا لك؟ انت من بدايه الثوره عم تقاتل بصفوف الجيش الحر، يعني حالتك النفسيه كيف؟ كثير تمام الحمد لله، وان شاء الله كنا بنستشهد إن شاء الله. هذا الطفل الوحيد الذي لا يفارق المظاهرات. يعطيك العافية. نحن أطفالنا رجال في سهل الغاب وفي سوريا عامة. الطفل الذي تلده أمه مفعم بالحرية. بتحبوا لبشار شي عمو؟ ليش؟ دورنا بيتنا. هدمكم. وين البابا؟ بتحبوا البابا أنت؟ طيب أنت هلا إذا قلت لك بعطيك وصية شو بتساوي فيها؟ وقف الجيش. الله حياك. ليش؟ لأن دورنا بيتنا. الله حياك. علي صوتك. أطفالنا. شو سوى معك؟ شو عمل دورنا بابا؟ بيتنا. نرجع من علي صوتك. إذا جبت لك روسية هلا بعطيك إياها، مين بتقتل؟ بتقتل بابا ولا بتقتل مين؟ الجيش الأسد. ليش بدك تقتله؟ لأن دورنا بيتنا. الله حياك. أنت بدك إسقاط نظام ولا بدك بشار؟ نسقط النظام. وجه له رسالة لحافظ الأسد. يسقط بشار الأسد. الله حياك. أيها النظام، بشار الأسد وجميع الناس الموالي للنظام، ما دام هناك أمهات تلد أطفال هناك ثورة.
اليوم وغد وبعد غد، ونحن مستمرون في هذه الثورة حتى إسقاط النظام. طبعا في هذه القرية قام بعض الإعلاميين بموافقتنا في هذه القرية، وهنا الأخ الناشط الميداني أبو البراء الحموي من سكان هذه المنطقة سوف يوثق لنا ماذا يحصل في هذه القرية من جهة إعلامية. أخي الحبيب، طبعا هذه القرية كما ذكروا لك الأخوة أنها من أوائل القرى في سهل الغابة وفي مدينة حماة وريفها التي خرجت في المظاهرات وقامت لإسقاط النظام وناشدوا الحرية، وقدمت الكثير والكثير من الشهداء والجرحى. والآن الحالة يعني ما يجب الذكر، الحالة الإنسانية سيئة للغاية جدا جدا. ممكن تحدثنا عن الوضع الإنساني للقرية بما أنه قصف ودمار وخراب؟ كيف عم تأمنوا مستلزماتكم اليومية من غذاء، من مواد تدفئة، من الشغلات البسيطة اللي بيحسن الإنسان يستمر فيها باليوم؟ أخي طبعا معظم أهالي القرية قد نزحوا، وما بقي من أهالي القرية يسعون إلى قرى مجاورة أو حتى يسعون إلى التقاط الحطب والأخشاب من الأراضي ليتدفوا عليها ويدفئوا أطفالهم. المواد نفط، البترول، الغاز، هذه مفقودة نهائيا. حتى الأفران لم تعد تعمل منذ فترة، ومادة الخبز مفقودة بشكل تام. الوضع الإنساني في هذه القرية وسهل الغاب عامة سيء جدا، فالمواد التدفئة معدومة، المواد الغذائية معدومة، قطع أوصال القريات بحواجز أمنية ولجان شعبية موالية للنظام لفرض حالة حصار على هذه القرية، لمنع هذا الشعب من مطالبه وإرضاخ هذا الشعب وكسر روح المقاومة في سبيل الحرية. نحن مستمرون في هذه الثورة ونحن منتصرون بإذن الله تعالى. هنا في سوريا من داخل القرى المحاصرة في مدينة حماة وريف حماة مستمرون في حراكنا الثوري، سواء في مظاهراتنا السلمية أم في المجال العسكري المسلح لإسقاط هذا النظام، لأن النظام لم يفهم أن هناك ثورة شعبية انتفضت عن بكرة أبيها لكسر حاجز الصمت وكسر حالة الظلم الذي يتبعها النظام في سوريا عامة ومدينة حماة خاصة. على العلم أن مدينة حماة هي منكوبة من أحداث عام 1982، والنظام اليوم بات في شكل خاص يضيق الحصار عن مدينة حماة. أكثر من 220 حاجز داخل حماة المدينة يقومون بقطع أوصال المدينة، وفي كل شارع وكل أمام مرفق عام أو خاص في هذه المدينة إقامة حاجز وانتشار القناصة على أسطح المباني العامة والخاصة. بشكل يومي تصطفق أهالي مدينة حماة على أصوات دبابات وأصوات تكسير المحال التجارية، كحال هذا المحل الذي قد دمرته أزلام النظام. هذا هنا في سهل الغاب، ونفسه يعيد الكرة في مدينة حماة، تكسير المحال التجارية وسرقة محتوياتها وسرقة ما يضر هذا الشعب. الوضع الإنساني في مدينة حماة سيء جدا، مع العلم أن الحراك الثوري في مدينة حماة قد خف بعد قليلا، لأن أصبحت مدينة حماة هي ملجأ آمن وملاذ آمن لبعض المدن التي قد دكتها المدفعية وبديت عم بكرة بها، سبيل المثال حمص ودرعا ودمشق وحلب وإدلب التي تنهال في كل لحظة قذائف الهاون عليها. والجيش الحر بسط حراكه الثوري في مدينة حماة، والآن نعدكم من هنا من داخل مدينة حماة وريف حماة أن بالأيام القليلة القادمة بإذن الله سوف يكون هناك مدينة اسمها مدينة حماة المحررة من كل أزلام النظام وشبيحة النظام ورجال النظام عامة وجنود الجيش النظامي خاصة. نؤكد أن مدينة حماة بإذن الله في الأيام القادمة سوف تكون مدينة حماة مدينة محررة. نحن مستمرون في هذه الثورة، مستمرون في تقديم الشهداء، وقافلة الشهداء تسير في مدينة حماة عامة وأحيائها وقراها خاصة في سبيل البحث عن الحرية. ونحن قادمون على تقديم الشهداء وتقديم ما يتطلب في سبيل الحرية وتحرير مدينة حماة. وبإذن الله من بعد مدينة حماة نحن قادمون إلى دمشق، تحرير مدينة دمشق وتحرير كل شبر من سوريا قد تم تدنيسه واحتلاله من قبل قوات النظام. شكرا لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جايينك.